عشان او مستوية شوية علشان تكون ايه حلوة معاكي ما تشدش معاكي في الاكل. هناخد الحشوة كده، هنملى بقى الوحدات كده بتاعت الكوسة، بسميها بقى مراكب، تسميها كوسة باللحمة المفرومة، تسميها زي ما تسميها. المهم النتيجة في الاخر بتطلع تحفة جدا ما شاء الله. لو وصلت معايا لغاية هنا متنسيش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على كلمة الكل علشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بعمله. وهنحشي بقى كده بقية الكوسة بالشكل ده كده اهو، بالمعلقة كده، وحط كده في وحدات الكوسة اهو بالشكل ده كده. ما شاء الله جميلة جدا وما بتاخدش وقت واقتصادية على الاخر، وتغيير في الاكل وتنوع كده جميل ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رب.